ارفعوا انتوا الاتنين مع بعض. جدو انتوا الاتنين مرة واحدة. الصورة مش عايزة تتشال. يضحكوا عليه. ارفعوها كده من فوق. بتثبت يا بنتي في القصر، اضحكوا عليه. نروح هنوديك مكان أحسن. واخطفوه مرة واحدة انتوا الاتنين. يلا يا عم. طب ما تشيل معايا طيب. خرف يا هشام. ايوه كده. يا ساتر. انزل بقى عشان تقيلة قوي. على مهلوك على مهلوك على مهلوك. تقيل قوي. اعمل فيها ايه دي يابا؟ ولع فيها ولا اقول لك هات بس الاول كده. يا حبيبي هتوحشني. روح منك لله. هو رايحين فين ده كله؟ انا هنا اهو يابا. تعالى يا ابني تعالى، ما حدش هيعرف يعلق الصوره دي الا انت. طب هاتولي ورا السلم يابا. ما تحملوش على الرحيم، فاهمين؟ هطلع قدامي بقى. انا يا شيخ هطلع قدامي. على مهلكوا بقى على بسم الله ما شاء الله. هي دي الصور ولا بلاش؟ خد عليك شويه يا شاب. ارفع من عندك ارفع من عندك. اهو يا جماعة، يلا يا جماعة، صورة طويلة. ارفع يا رحيم. من عندك كده مظبوط يا حاج. ايوه كده حلو. اوعى عشان تقع. ده ما هنش عليهم يقولوا انهم ماشيين. عيله واطيه الصراحه. بعد كل اللي عملناه ده احنا شلناهم من على الارض شيل وفتحنا لهم بيتنا على البحر. من اول ما سراحين بيه خرج من السجن لحد دلوقتي وبرضه ما طمرش فيهم. عالم ما عندهاش لا دم ولا خشة. هم طبعهم كده. الرايحين القصر قال امتى طلعت القصر؟ قال له امبارح العصر. وياخدوا الفقراء اللي زينا معاهم ليه؟ عالم ما عندهاش اخلاق. بطلي ندب بقى، كفايه خلاص. الواحد فيه اللي مكفيه، انا مش ناقصك. سيبني افك عن نفسي. فكي بعيد عني، انزلي من على وداني. هفرقع. الله. اوه استنى اما اشوف مين الغلب اللي انا فيه ده. نعم. نعم الله عليك يا اختي. صوتك طالع بره الشقه ليه؟ حلم مزعلك؟ لا والنبي ابدا، ده التلفزيون. شرفت يا رحيم. ازيك يا اخويا؟ ازيك يا حلمي؟ اقعد. معلش ما رضيتش ادوشك بموضوع النقل ده، فمشينا كده في الخفيف. اصل الحكايه كلها كانت كام شنطه كده. والله فرحنا لك. الحق رجع لاصحابه. الف مبروك يا اخويا، الف مبروك. مبروك القصر بتاعك. وبعدين احنا اخوات واهل، واللي انت عايزه يمشي. وعشان احنا اهل ما ينفعش اروح اقعد في القصر هناك وانتوا تفضلوا قاعدين هنا. عايزكم تيجوا تقعدوا معايا في قصر رحيم السيوفي. القصر؟ ازاي بس؟ وهنقعد فين؟ والشغل اللي هنا؟ يا جدع القصر كبير يساع من حبايب 2000، والشغل اللي هنا نساه. احنا داخلين على شغل تاني خالص. شفت ولاد الاصول؟ طب اسال حلمي كده، والله العظيم كنا لسه بنتكلم عليك. رحت انت جاي في وشنا على طول. شايف الناس اللي ما بيسوش الناس اللي وقفت جنبهم وقت الزنقه؟ ما عادش في زنقه تاني يا مريم، ان شاء الله اللي جاي كله خير. وانت بقى ما تحسبهاش، الموضوع مش محتاج تفكير. حقك عليا يا رحيم، وحياة بنتي انا من ساعتها وانا بضرب نفسي بالجزمه. انا مش عارف ايه اللي جرالي خلاني اغلط الغلط ده كله في حقك انت بالذات. انت لسه قايل ايه؟ احنا اهل، والاهل في بينهم عتاب، لكن عمر ما يكون في بينهم سهل. ابعت لكم شبوره اوصلكم لحد القصر، وعايزك تضرب بدله حلوه كده وتجيلي على المركب بالليل. بالاذن. رحيم،
وناوية تعملي ايه يا حبيبتي بعد كده؟ مش عارفة يا بابا، اهو رحيم بيحاول وربنا يسهل. طيب عماد وسامي المحامي رأيهم ايه؟ هما بيقولوا لماما انهم بيحاولوا هما كمان. تعرفي مين أكتر واحد فيهم هيحاول؟ رحيم طبعا. بالعكس، أمان. عشان حس إنك أنت لسه بتحبي رحيم، عشان كده هيعمل المستحيل عشان يثبت لك إن اللي فضلتيه عليه ده خيخة ولا يعرف يعمل أي حاجة. وده حلو مش وحش. أنا رأيي تكلميه وتديله ريق حلو. انت بتقول ايه يا بابا؟ انت عايز نكلم عماد؟ وفيها ايه يا بنتي؟ عماد خطيبك وفاهم جوزك. بقول لك ايه يا بابا، ما تعصبنيش. عماد من اول المصيبه اللي حصلت لي دي وهو مش موجود. جت الفرصه دلوقتي عشان يبقى معاكي. انت عارف ايه الفرق ما بين رحيم وعماد؟ انا عارفه ان الاتنين بيحبوني، بس رحيم بيحبني مش مستني مني اي مقابل. بيساعدني وهو عارف كويس قوي ان بكره ممكن ما اكونش معاه. لكن عماد بيحبني كأن اللعبه بتاعته، اللعبه ما ينفعش اي حد ياخدها غيره. وفي رأيي ده ما اسموش حب، ده مرض، مرض وملوش علاج كمان. خش جوه. هشام، انا عايز كل ساعه مطرب جديد لحد الصبح. ايوه بس موضوع زي ده هيتكلف فلوس كتير. نص المطربين اللي هتكلمهم اول ما يعرفوا ان رجعت المركب هيجوا مجامله من غير فلوس. تمام. السلام عليكم. انا قلت مش معقول ترجع مركبك وما اجيش ابارك لك يا رحيم بيه. يا اهلا يا عمده. تصدق انت ابن حلال؟ انا كنت هجيلك لحد عندك في المصنع علشان اشكرك على الواجب اللي انت عملته مع هشام. لا ما تقولش كده. هشام ده اخويا الصغير، وفي ساعات بيجي له حالات كده يتهيأله انه كبر، بس معلش. هي داليا فين؟ انا مش عارف انت ليه مصر تسأل نفس السؤال يا عمده، رغم انك متأكد انك مش هتطلع منه بإجابة مفيدة. ساعات الإجابات بتيجي لوحدها. انت عارف ان في بعض أسئلة مش محتاجة كلام عشان تجاوب عليها. الله، ده انت جاي تقسم علينا بقى. العفو. طب يا رحيم انا هنزل ابص على كام حاجه كده واطلع. استنى يا ابني، عمك عماد مش هيطول. ولا تحب تيجي معانا افرجك على التجديدات اللي احنا بنعملها في المركب؟ احسن حاجة انك تتفرج على المكان مع اصحابه. اتفضل. رحيم باشا. ايوه متولي. ايه؟ طب خلي كل حاجة زي ما هي. أنا جاي لك. على السلامة. لا مؤاخذة يا عمدة، أنا لازم أمشي دلوقتي حالا. المكان مكانك. لو إيه؟ معاك هشام. يا حامد، مش على بعضك ليه من ساعة لما دخلت؟ وانا مش هبقى على بعض ليه سعادتك؟ فين داليا؟ مش عرفني. انا بقالي سنين ما شفتهاش. امال مين اللي راح لها عند الشغل واستناها في الجراج؟ ما سيادتك عارف كل حاجه اهو. بتكذب ليه؟ ربنا ما يحكم عليك بالحب يا باشا. هقول ايه؟ اشوف بنت عشان اخد منها فلوس؟
في اب عيل كده؟ لا طبعا، عندك حق. التريقه مش عندي يا باشا وعمرها ما هتجيلي. اشمعنى؟ اب فاشل وشبهه ليها، هتجيلي ليه؟ عشان انت الوحيد فعلا مش ممكن حد يفكر فيه. اتفضل اتفضل. كنت بتتغدى مع مين يا حامد؟ مع بنتي سعادتك. بنتك ربنا يديها الصحة بتاكل في طبقين؟ ولا أنت اللي بتاكل في طبقين؟ بتشتغل إيه يا حامد؟ على باب الله سعادتك. على باب الله. كلنا على باب الله. المهم بقى بتشتغل ايه؟ على المعاش. انا على المعاش. معاش. حلو الفيلم ده. غريبة جدا. آسف جدا. مش كفايه كده؟ كفايه. اتفضل. نورت يا عماد بيه. انت تقعد تتغدى معانا بقى. احنا عندنا كام صنف جداد كده، والشيف اللي عندنا الجديد. مش هتبطل استعباط بقى يا هشام. انا قلت لك الموضوع مش سهل. لكن سهل انك تاخد الشيك وتصرفه بسرعه. شوف انا مش محتاج افكرك ان الولايه كان زمانك مدفون دلوقتي. مش بعيد يا ابو ورده كان ساب جتتك في الطل. وجميلك ده فوق دماغي، بس انا محتاج حبه وقت. ما عنديش. لو كان عندي وقت كنت اديتك، بس ما عنديش للاسف. بعدين ما تصعش تاخد شويه وقت تلم فلوس وتيجي تقول لي فلوسك ايه ومالكش حاجه عندي. لو انت فاهم ان المساله فلوس تبقى غلطان. بكره اعرف داليا فين. ماشي يا اتش؟ اهلا يا حلمي. ازيك يا رحاب؟ كويسه. اهلا وسهلا. خير؟ هو رحيم فين؟ اصل رحيم عدى علينا وقال لنا ان احنا هنيجي يعني نقعد عندكم هنا في القصر. في الخير. اول ما عرف يرجع حقه افتكر الناس اللي وقفت جنبه، مش الناس اللي كلت لحمه وهو في السجن. رحيم طول عمره صاحب واجب. اتفضلوا خدوا راحتكم. هبعت لكم حد يطلع معاكم الشنط. امال سيد فين؟ سيد؟ ما انت فاهم يا حلمي، مش محتاجه يعني اشرح لك سيد ممكن يكون فين دلوقتي. بس اكيد القصر ده اخر مكان ممكن يكون موجود فيه. معلش هسيبكم عشان مصدعه شويه. البيت بيتكم. ده ايه قله الذوق اللي هي فيها دي؟
معلش يا حبيبتي، اصل الصدمه صعبه عليها قوي. حنان بلاش ايه يا اخويا؟ شغل النسوان ده. الراجل فتح لنا بيته اهمادي كده لغايه ما ربنا يكرمنا احنا كمان ان شاء الله. مش عايز اي مشاكل. ها؟ مش هعمل مشاكل يا اخويا، مفيش مشاكل ان شاء الله. حلمي، هو انا ممكن ابقى اجيب صحابي هنا عادي؟ طبعا. عمك رحيم ده اخويا يا بت، اعمل اللي انت عايزاه. شايفه النجفه حلوه ازاي؟ فظيعه. حنان يلا ايه؟ هي مش قالت انها هتبعت حد يجي ياخد الشنط؟ حنان زق عجل. يلا شيل. يلا. العربية دي يا باشا لقيناها في المينا بقالها يومين، وبعدين جالنا ظرف فيه مفتاح، قلنا دي أكيد رسالة وبتوصل لك. انت متاكد ان محدش بلغ من عندك؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، عيب عليك يا باشا. بس عايزين نبلغ بسرعة يعني عشان ما نتأذيش. ما تقلقش، ابص عليها بصه بس وبعدين بلغ. ما كانش معاها حاجه ولا قلبتوها؟ يا نهار اسود، عيب عليك يا باشا، دي امانه. ما لقيناش معاها غير الشنطه دي ومحدش لمسها غير يعني عشان اديها لك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أبلة يا أبلة، انت سرحانة ولا ايه؟ يا أبلة. يوه، مليون مرة قلت لك ما تقوليليش أبلة دي، انت ايه ما بتفهميش؟ وبعدين فرق السن بيني وبينك مش كبير قوي يعني عشان